عمرِك مسكتِ الموبايل ودخلتِ على السوشيال ميديا وخرجتِ وأنتِ حاسة إنِّك أقل نجاح، أقل جمال، أقل إنجاز، مش لإنِّك أقل فعلًا، لكن لإنِّك دخلتِ مقارنة مش عادلة ومش حقيقية. أنا رحاب أسامة وبارحب بيكم في حلقة جديدة من Dare to Dare. السوشيال ميديا ليها وشين، وش بيضحك لِك ويساعدِك إنِّك تتعلمي، تطوري من نفسِك، تشتغلي من بيتِك، توصّلي صوتِك ورسالتِك لملايين، تبقي مصدر إلهام وتأثير، ووش تاني بيضحك عليكِ، يستنزف طاقتِك، يهز ثقتِك بنفسِك وباللي حواليكِ، يسرق وقتِك، يخلّيكِ مركّزة في اللي ناقصِك مش في اللي عندِك. وعلشان كده النهارده هنتكلم عن السوشيال ميديا والمقارنة، وإزاي نحولها من أداة ضغط لأداة تدعمنا وتساعدنا ناخد خطوات بثقة ووعي. دلوقتي بقى عادي جدًا إنِّك تفتحي السوشيال ميديا وتلاقي حد بيشاركِك يومه المثالي من قبل ما يصحى، يعني هو بيصحى الأول يضبط الكاميرا وبعدين يصحى تاني، واللي بنشوفه روتين مثالي، بيت مثالي، جسم مثالي، هدوء، ابتسامة وطاقة، والرسالة اللي بتوصل من غير ما تتقال ده الطبيعي. ولو حياتِك مش كده يبقى فايتِك كتير، في حاجة ناقصة، أنتِ مقصّرة. وهنا تبدأ المقارنة، أنا فين وهُم فين؟ سعادتي وراحتي ورضايا يبقوا مشروطين، وتطلع أفكار تستنزف طاقتي. لو بقيت زيهم هرتاح، لو عملت زيهم هبقى نشيطة، لو شكلي بقى كده أبقى راضية، لو حياتي بقت كده هبقى سعيدة. أو يطلع نوع تاني من الفيديوهات، تصحى بدري، البيت بيلمع، الأكل صحي، الولاد تمام، وهي هادية ومبتسمة، عندها وقت لنفسها، للجيم، لعيلتها ولأصحابها. الدنيا متظبطة على الآخر، فيديو واحد والخوارزميات تمطر عليكي بقى. سوبر مامز، الجسم المثالي، الروتين المثالي، الزوج المثالي، وكأن ده الطبيعي. وفجأة أشيل عيني من على الموبايل وأبص على الواقع، جسمي، يومي، علاقاتي، طاقتي، واحكم عليها إنها مش كفاية وإني ناقصني كتير، مع إن الحقيقة اللي بيتعرض ده مش الحقيقة، ده تمثيل وإحنا بنصدق المسرح. الحقيقة مفيش perfect day، مفيش سوبر مام، في بني آدمين زي ليهم طاقة، ليهم حدود، ليهم أيام سهلة وأيام صعبة. ولو فضلنا نضغط نفسنا علشان نبقى شبه اللي هنا، يا ننهار يا نكمل واحنا مش احنا. طب السؤال المهم بقى، هل المقارنة غلط؟ وامتى المقارنة تبقى خطر؟ خلينا نتفق على الحاجة من الأول، المقارنة مش دايما غلط، بس بتبقى خطر لما بتشتغل ضدي مش لصالحي، سواء مع السوشيال ميديا أو مع ناس حواليا. المقارنة بتضرني لما بتهز ثقتي بنفسي، بتخليني أقفل على أفكاري، بتخليني واقفة مكاني، نقمة على حياتي، والأخطر خليني مركزة على اللي ناقصني مش اللي عندي. ساعتها أنا مش بقارن، أنا بسيب نفس لناس ظروفهم غير ظروفي وحياتهم غير حياتي، يحطوا القواعد والمعايير اللي بترسم شكل حياتي وحدودها. أعمل إيه وما أعملش إيه، أشتري إيه وما أشتريش إيه، آكل إيه وما أكلش إيه. ده بيخلق ضغط نفسي وعيب مادي عليا، وأغلى حاجتين في حياتي بيتسرقوا مني، وقتي وصحتي. قبل ما أكمل في أي مقارنة أسأل نفسي بصدق، هل المقارنة دي صحية وبتحفزني ولا بتستنزفني وبتخليني نقمة على حياتي؟ هل بتخليني أقول أنا هقدر وأنا هوصل، ولا أنا مش كفاية؟ دي فكرة أنا بحبها جدا، بتقول compare apples to apples، يعني لو هتقارن ما ينفعش تقارن بداية رحلتك بحد وصل للقمة، كده انت بتظلمي نفسك. بدل ما تبصي على النتيجة النهائية ركزي على الرحلة، وقارني بالمكان اللي انت فيه دلوقتي، ودوري على إجابات للأسئلة دي. هو بدأ منين؟ كان بيعدي بإيه؟ إيه التحديات اللي واجهها؟ وإيه اللي اتعلمه في رحلته؟ لما تركزي على الرحلة مش النتيجة، المقارنة ما تحطمش، بالعكس تطمنك إن اللي انت فيه طبيعي، إن غيرك مر بنفس المرحلة وعدى. ساعتها المقارنة تتحول من أداة ضغط لأداة إلهام وتحفيز، تخليكي تبدأي فعلا وتاخدي خطوات بثقة. ولو عايزة تقارني بجد، أقوى مقارنة فعلا إنك تقارني نفسك بنفسك. ركزي على رحلتك، كنتي فين وبقيتي فين، إيه اللي اتحسن، إيه اللي اتعلمته عن نفسك، وإيه الخطوة الصغيرة الجاية اللي ممكن أخدها. مش لازم تقفزي قفزات كبيرة، خطوة خطوة، لأن نجاحك مش سباق مع حد، ده رحلة بتاعتك انت لوحدك، وانت اللي بتحطي القواعد اللي تناسبك وتخدم طاقتك وتساعدك تستمري. اختاري عادة واحدة أو سلوك واحد يساعدك تاخدي خطوة تفرق معاك، مش لأن حد تاني بيعملها، ولا بالمدة اللي الناس بتقول عليها، ولا بالوقت والشكل المثالي اللي في الفيديوهات، لكن بالوقت والمدة اللي تناسبك انت وتخدم طاقتك، ما تبقاش مصدر ضغط عليكي وتقدري تستمري عليها. التغيير الحقيقي
التغيير مش هيجي من بره. لما أفكارك تتغير أفعالك تتغير، ومع الوقت النتائج تتغير. ركزي على رحلتك واسألي نفسك سؤال بسيط: كنت فين وبقيت فين؟ وإيه خطوة صغيرة أقدر أعملها دلوقتي؟ لما الجرأة تبدأ من جوه العالم كله بيتغير. لو الفيديو ده فادك اعملي لايك وشاركيه مع حد يهمه، يمكن يكون خطوة صغيرة تفرق معاه.